أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. كشف موقع حسبريس المغربي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تأجيل التجاوب مع طلب الرباط الاعتراف بمزاعم مغربية الصحراء، وهو الأمر الذي يعيق أي تقدم في العلاقات الثنائية. وأشار الموقع المغربي إلى مقال تحليلي نشرته جيروزاليم بوست حول واقع العلاقات الإسرائيلية المغربية، يؤكد بأن الاعتراف بمغربية الصحراء كان جزءا من الاتفاق الموقع. وذكر الموقع أن اتفاقات التطبيع الموقعة بين إسرائيل ودول عربية برعاية أمريكية لا تحظى لعدة أسباب باهتمام واسع إعلاميا وسياسيا خارج الشرق الأوسط. ويرى إلمان بيرمان النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية في واشنطن أن وجهة نظر الحكومة الجديدة بشأن الصحراء الغربية تشكل اختبارا مهما لكيفية تطور العلاقات في المستقبل حسب المصدر ذاته. وحسب المصدر فإن المغرب مطالب بإظهار القيادة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وهذا من شأنه أن يسهل على الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاعتراف بالسيطرة المغربية على الصحراء. ومنذ تطبيع رباط العلاقات مع إسرائيل نهاية 2020 ينتظر المغرب دعما إسرائيليا لملف الصحراء الغربية، غير أن إسرائيل تستمر في عدم الاعتراف بسيادات المغرب المزعومة على الصحراء الغربية. ورغم مطالبة العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العيد الوطني ثورة الملك والشعب من الشركاء التقليديين فرنسا والجدد إسرائيل موقفا واضحا من قضية الصحراء الغربية، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء.